السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة هنقول لكم على معلقة من الحاجات الطبيعية اللي موجودة عندك في مطبخك في البيت، هتخلي معاك الفراخ. لو البيض بتاعها قليل هتعمل زيادة في إنتاج البيض، هتحسن معاكي قشرة البيض، وفي نفس الوقت فيها كمية حاجات مفيدة للفراخ، وممكن تحطيها كمان للفراخ البيضة. يعني غير الفراخ البلدي ممكن نحطها للفراخ البيضة، بتعلي معاهم البروتين وتزود وزن الفراخ برضو بطريقة ملحوظة لو حطيتوها مع العلف او مع الاكل اللي انتوا بتحطوه للفراخ البيضة. وفي نفس الوقت اتفقنا ان المعلقة دي من المعالق اللي بتخلي معاكي بتزود معاكي انتاج البيض، وحاجة مش غالية وموجودة عندك في المطبخ. هنقول لكم دلوقتي عليه، بس قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنقول دلوقتي على المعلقة، بس ما تنسوش تحطوا اللايك وإن شاء الله تستفيدوا. هي معلقة السمسم. السمسم طبعا موجود في كل بيت. السمسم من الحاجات اللي بتخلي عندي بتزود البروتين او بتعلي بروتين العلف او بروتين الحاجه اللي انت بتقدميها للفراخ. يعني لو حاطه لهم شويه حبوب او علف، السمسم من الحاجات اللي بتعلي البروتين. فبالتالي طبعا لما بتعلي البروتين هيديك انتاج بيض، لان اساسا البيضه جزء منها كبير هو البروتين. فلو البروتين قليل في الفراخ اللي عندك او في اكل الفراخ اللي بتقدمه لهم، هتلاقي معاك البيض انتاجه قليل، مش هيبقى مثلا يوميا. لكن لو انت كميه البروتين كافيه اللي حطاها في الاكل، فبالتالي هتديكي انتاج بيض كويس ومستمر، ومش هيبقى فيه انقطاع. تمام. فالسمسم من الحاجات اللي بتعلي بروتين الحاجه اللي انت بتقدمها للفراخ. هي معلقه واحده، مش هقولك هتحطي كذا معلقه. معلقه زي معالق الاكل كده او معلقه الرز، حطيها على مثلا كيلو اكل عندك وقدميه للفراخ، هتشوفي نتيجه فعلا ان شاء الله باذن الله. هتلاقي موضوع السمسم ده فرق قوي في موضوع البيض، وفي موضوع كمان حاجه مهمه، صلابه القشره بتاعه البيض. صلابة قشرة البيض برضو من الحاجات اللي هتعلي معاكي، هتعلى معاكي، مش هتلاقي قشرة ضعيفة، لان السمسم على ما بسمع فيه نسبة كالسيوم كويسة، غير طبعا نسبة البروتين. تمام. وانت حتى لو تلاحظوا ساعات بنقدم الطحينة للفراخ البيضة. هي الطحينة اساسا دي معمولة من ايه؟ هي معمولة من السمسم. مش بقولك الطحينة من الحاجات اللي انت بتحطيها في اكل الفراخ البيضة، او بتحطيها معلقه في الميه او السقوه اللي بيشربها الفراخ البيضه، بتزود معاك الوزن، لان السمسم بيعلي البروتين اللي جوه اللي بياخده الفرخ، فبالتالي هيزيد وزنه بسرعه، وهيديكي كمان فايده للفرخ صحيا وكميه العناصر اللي بتدخل جسمه. تمام. فمن الحاجات فعلا اللي هتزود معاكي، وهتلاحظوا فعلا زياده في انتاج البيض، وغير كمان زياده في انتاج البيض هيديكي بيضه بجوده عاليه. يعني ايه جوده عاليه؟ يعني فيها نسبه بروتين كافيه. في ساعات تلاقوا البيض لو مش مقدمين بروتين كافي للفراخ البلدي اللي عندك، بيبقى نسبه البروتين بيبقى فيه بيض، بس نسبه البروتين بتبقى قليله. اما انت بقى بتحطي معلقه السمسم، انت بتعلي نسبه البروتين اللي في البيضه نفسها. يعني البيضه هي موجوده، بس انت بتعلي نسبه البروتين، فبالتالي هتكون افضل من البيضه اللي ما فيهاش بروتين عالي. فما بتقدميها بقى لاطفالك، بتقدميها اللي عندك للمراهقين او للشباب، انت بتفيدي جسمهم اكتر، لان انت البيضه اللي انت بتقدمها لهم فيها نسبه بروتين عاليه. تمام. فطبعا غير ان هو هيساعد على انتظام البيض وزياده انتاج البيض، هيديك بيضه بجوده عاليه، بروتين كافي، بروتين عالي، فبالتالي هتبقى ليها فايده قويه. البيضه الواحده هتبقى يمكن افيد من بيضتين. تمام. فدي من الحاجات فعلا اللي انا بنصح بيها اي حد بيربي فراخ يحطها. طب هتقولي لا مش هينفع نحطها يوميا، لا الموضوع كده هيبقى غالي. انا مش هنحطها يوميا، يعني احنا مثلا نيجي في الشهر هنحط اسبوع واسبوع لا. مش هتحطيها يوميا، لا حطي اسبوع واسبوع لا، اسبوع واسبوع لا، وهي معلقه واحده، معلقه على كيلو الاكل اللي انت بتقدميه للفراخ.
الكميه اللي انت بتقدميها للفراخ تحطي معلقه كبيره بس اللي هي معلقه الرز. ممكن تحطي كل يومين 3 كمان، مش شرط تحطي يوميا. تمام. فهتلاحظوا ان شاء الله هتعجبكم الفايده دي ان شاء الله، تستفيدوا منها وتجربوها باذن الله، هتلاقوا منها نتيجه، وفي نفس الوقت هتحسنوا معاكم انتاج البيض، وهيكون بيض ذو كفاءه عاليه، بيض فيه نسبه بروتين عاليه، فيه فايده صحيه اكتر من البيض العادي. هتلاحظوا فعلا ان في زياده في الانتاج. ولو استعملتوها برضو انصحكم ان انتوا تستعملوها للفراخ البيضه، هتزود معاكي الوزن وهتعمل تحويل للوزن سريع، وهتخلي معاكي وزن الفرخ يوصل بسرعه للاوزان اللي انت حباها وباسرع وقت، بحيث ما تطوليش في الدوره وتديكي وزن حلو تبقي مبسوطه بيه. اتمنى ان شاء الله تجربوها، واتمنى ما تنسوش اللايك باذن الله، ويا رب دايما تكون بيوتكم كلها مليانه بالخير وعمرانه. وان شاء الله كده باذن الله نقول لكم وصفات تانية تساعدكم في تربيه الفراخ اللي موجوده عندكم، سواء كانت الفراخ البلدي والفراخ البيضاء باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.